السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله معايا بجد فيديو خطير جدا. لما بنص كيلو دقيق تعملي 55 واحده، يبقى بجد حرام تشتريه من بره. وكمان مختلف تماما عن بره، يعني احنا لما بنشتريه من بره مش هتجيبيه بالطعامه والجمال ده. 55 واحده من نص كيلو دقيق، ومن غير لبن ومن غير سمنه، هيبقى تمام جدا. هتعمليهم بكل سهولة، ونحطهم كده في الفريزر وقت ما نعوزهم هنطلعهم. هيبقى كله كده توفير في توفير. بجد الوصفة سهلة، أهم حاجة نسمي بالله. وما ننساش بقى اللايك والاشتراك. هنعمل أهم حاجة الصلصة. بجيب حوالي ربع كيلو كده من الطماطم، أو أزيد شوية لو انت حابة تحطيه في الفريزر، مع بصلاية، مع 4 فصوص توم، مع كوباية مية، مع بقى سر الريحة الخطيرة، معلقة كبيرة من الزعتر، ونحطهم على النار. معايا بقى نص كيلو دقيق اللي احنا قلنا عليه، هنحط عليهم معلقة صغيرة من الملح أو أقل شوية، يعني رشة كده من الملح، مع معلقة صغيرة برضو بس تكون هرمية كده ومليانة من الخميرة الفورية، مع معلقة كبيرة من السكر. الريحة بقى اللي هتقلب لك الدنيا، وبجد ريحتها خطيرة جدا. بجيب معلقة كده من الزعتر واروح فرقاه ما بين ايدي. لو فيها قشاية وفيها اي حاجة بنروح عينينها بالراحة. كده المواد الجافة معايا كلها. هقلب بقى كل المكونات دي. سهلة اهي، ما فيهاش اي حاجة. السكر والملح عندنا، ويا دوبك معلقة الزعتر متوفرة عندك هتحطيها، مش عندك تمشي عادي، مفيش مشكلة. هي برضو هيبقى تحفة. معنا بقى ربع كوباية من الزيت، مع كوباية من المية. دي المواد الجافة اللي عندي. تقدر ان انت تبدلي المية باللبن، بس انا قلت ايه يعني تبقى اقتصادية ومش مكلفة. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. وزي ما انا متعودة كده في الفيديوهات بتاعتي، لازم اي عجن كده بيبقى جنبيه كوباية مية. بعوز منها بروح حاطة تدريجيا علشان العجينة ما تلزقش وتعوزي دقيق تاني. احتجت هنا حوالي نص كوباية تاني، بس بنزلها تدريجي. اهم حاجة بقى اعجنها كويس جدا، عشان تيجي العجينة بتاعتك كده لينة، ولما تيجي تفرديها تبقى زي الفل معاكي. بصوا بقت جميلة ما شاء الله. بلم بقى العجينة بتاعتي كده، بصوا طرية جدا وجميلة. انا مش عايزاها متماسكة قوي وبرضو مش ملزقة قوي، يعني تبقى لينة، ما تبقاش العجينة صلبة قوي كده ناشفة، طرية معاكي. كده خلصتها، بروح بقى مكوراها كده، وبروح جايبه رشه بقى ايه من الزيت. بروح رشها في قلب الطبق. دي فايدتها عشان يعني ما نطلعش بقى نص العجين في قلب الطبق، لا ده ما بتلزقش العجين، ما يلزقش بقى لا في طبق ولا في كيس ولا في اي حاجه. برضو على وشها كده رشه من الزيت بسيطه، ونروح مغطينا بكيس وفوطه، وتروح حطاها في مكان دافي. نيجي بقى للصلصه بتاعتنا بعد ما الميه بتاعتها خلصت كده. نروح بقى فرمينها في الخلاط كويس. هنحط بقى عليهم الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، مش هنحط اي حاجه تاني. انا عايزه ريحه الزعتر تبقى فيها وتبقى جميله. هنردها تاني على النار، وتبقى كده خلصت معانا. دي الخميره بتاعتنا بعد ما خمرت كده وبقت جميله. بنروح بقى رشين رشه من الدقيق بسيطه كده علشان نفردها عليها. بصوا العجينه ما شاء الله هشه كده وحلوه قوي. هنفردها كده بايدينا، وبعد كده نروح فردينها بالنشابه. اهم حاجه ناخد بالنا ان هي ما تلزقش على الرخامة بتاعتنا، عشان لو لزقت هتهدر لك في العجين، او هتطلع الشكل، هتعوزي تعينيها تاني وتروحي فردها من الاول. فبنبقى متأكدين بس ان تحتيها دقيق، رشة بسيطة كده. ونروح بقى فردينها بالنشابة كويس جدا. عايزاه سمكها مش مرتفع قوي، عشان هي هتخمر معايا. يعني انا ما تقوليش ده رفيعة، لا خليها رفيعة. هي هتخمر معاكي وهتتخن كده وتبقى جميلة. بنجيب بقى كوبايه او غطا الحجم اللي انت عايزاه. انا عملته بحجم الكوبايه، كوبايه الشاي العاديه بتاعتنا اللي هي بتبقى بتاخد حوالي 200 ملي كده، ورحت عاملاها بيها. هتبقى صغيره وجميله، وهتديني عدد كويس، وهتبقى زي الفل، هتبقى حلوه قوي. عايزه تكبريها، جيبي بقى غطا مثلا، غطا برطمان عندك ولا حاجه، واعملي بيها برضو. يعني شوفي الحجم ده بتاعك انت. لكن في حجم الكوبايه ده اداني 55 واحده ممتازين جدا. زي ما قلت لك لما بتخمر بيتضاعف حجمها تاني.
هنلم بقى كل العجين ده تاني كده ونروح مكورينهم ونحطهم ترتاح شويه، عشان لو جيتي فردتيها على طول مش هتتفرد معاكي، هتبقى عامله زي الاستيك. هنسيبها بس تريح شويه العجينه وتبداي تفرديها تاني، وتروحي ايه عاملاهم بنفس الطريقه. هبدا بقى انقلهم كده في الصاج. الصاج مدهون عندي برشه من الزيت. بصوا بقى حجمها بعد ما حطيته كده يتخمر شويه، حجمها ارتفع شويه تاني. بروح بقى بالشوكه كده بقى وعاملاه علشان ما تتنفخش معايا، وعلشان الصلصه كده تتشرب فيها هتبقى جميله. بصوا بوريكم برضو واحده عن قرب. بصوا حجمها جميل وممتاز. نبدأ بقى نحط الصلصة بتاعتنا. باخد بقى عشان ايه ما اخدش مره واحده، يعني بملى المعلقه وبحط ايه بوزع فيها مره واحده، وبعد كده افرد مره واحده عشان تحاولي ان انت تنجزي. ما شاء الله برضو العدد مش قليل فتنجزي في الوقت. بظهر المعلقه بقى كده هروح فرده كله. ما زوديش قوي وبرضو ما تقلليش قوي، يعني ايه تكون متوسطه. الحشوه بقى دي بتاعتك خالص، يعني كل اللي موجود عندك تقدري تحطي. تقدري ان انت تحطي جبنه موتزاريلا بس وعليها زيتونيه كده تبقى خطيره. عندك فلفل هنحط فلفل، وتحطي عليه مثلا الطماطم، طماطميه بسيطه. مش حابه الطماطم بلاش طماطم، يعني مش الزامي، ما تلتزميش باللي انا بحطه، يعني بس مجرد بديكي افكار. انا هنا حطيت طماطم وبعد كده رحت حاطه الجبنه بقى موتزاريلا حبه صغيرين كده، واحط فوقيهم الزيتونيه. بصراحه بتبقى جميله. في ناس ما بتحبش طماطم يبقى خلاص، يبقى هو فلفل والزيتون والجبنه. عايزه تحطي فيها لحوم حطي فيها لحوم، يعني زي ما قلت لك ده اختياري حسب ما انت هتعملي، بس انا عملتها زي بتاع الافران. هدخلهم بقى، شايفين ما شاء الله ادتني كميه كويسه. هدخلهم بقى الفرن، لازم يكون سخن قبليها. بنزله بقى بحطه في الصاجة اللي بتبقى من تحت. بمجرد ما يتحمر من تحت كده بروح مشغلة عليه الشواية، بس ما تستنيش لما يتحمر قوي علشان ما ينشفش منك، عشان هو حجمه صغير فما تنشفش منك. يعني يبقى لونه وردي كده او يبقى لونه مبيضة شوية، وتروحي مطلعاه تحت الشواية. لو الفرن بتاعك حامي بنحطه في الشبكة في النص، يعني نحطه من اول التسوية في الشبكة في النص. بمجرد ما يتحمر من تحت كده او ياخد لون وردي شويه، تروحي قافله عليه البوتاجاز ومشغله عليه الشوايه. هتبقى خطيره معاكي وتحفه بقى كده وطريه وجميله، ولا هنغطي ولا هنعمل اي حاجه. تقدري بقى ان انت تاخديهم كده وتحطيهم في الفريزر تهدى بس شويه، وتحطيهم في اكياس او بوكس وتروحي مدخلاها في الفريزر. هتبقى خطيره. واوعي بقى تشتريها تاني من الافران، بجد حرام، يعني كميه تحفة. نص كيلو دقيق اي حاجة هتحشيها معاها هتبقى خطيرة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها وتقولي عليها في التعليقات. مع السلامة.